أهلاً بيكم. موضوعنا النهاردة عميق وشائك. هنتكلم عن الإدمان ورحلة التعافي منه. هنستعرض مع بعض رؤى وأفكار أرنولد واشنطن عشان نفهم إزاي سلوك معين ممكن يستولي على حياة إنسان، والأهم إزاي ممكن يستعيد السيطرة دي مرة تانية. طيب دي خريطة الطريق بتاعتنا النهاردة. هنبدأ بتشخيص السلوك وبعدين نتعمق في أسبابه وعلاماته ونحاول نفهم المنطق الخفي اللي وراه، وفي النهاية هنرسم مع بعض خطوات التعافي. عشان نفهم الإدمان صح لازم نشوفه على أرض الواقع. خلينا نتخيل 3 شخصيات ممكن يبانوا مختلفين عن بعض تماماً، لكن الحقيقة إنهم بيشتركوا في صراع واحد كبير. أول واحد هو المقامر. الشخص ده بيكون عارف كويس قوي، يعني بنسبة كبيرة، إنه هيخسر، لكنه بيكمل محبوس في دايرة أمل وهمي إنه ممكن يعوض كل اللي فات، وطبعاً ده بيخليه يخسر أكتر وأكتر. أو ممكن نتخيل شخص تاني حياته بتتدمر حرفياً بسبب تعاطي المخدرات، صحته، فلوسه، شغله، كل حاجة بتنهار، ورغم كده بيحس إنه عاجز تماماً ومش قادر يوقف. والمثال الثالث ممكن يفاجئ ناس كتير، الشخص اللي الكل بيشوفه ناجح ومجتهد مدمن الشغل، اللي بيشتغل أكتر بكتير من المطلوب لدرجة إنه بيهمل صحته وحياته الشخصية. الرابط اللي بين ال3 دول كلهم هو القوة القهرية، إحساس إن في حاجة أكبر منهم بتجبرهم يكملوا في طريق بيدمرهم. طيب، الموضوع مش مجرد ضعف إرادة وخلاص، لأ، الإدمان له جذور عميقة جداً. خلينا نشوف مع بعض إيه هي ال5 عوامل الأساسية اللي بتزرع بذرة الإدمان. ال5 نقط دول مش مجرد لستة مرصوصة وخلاص، دي عبارة عن سلسلة، كل حلقة بتسلم للتانية. الحكاية بتبدأ من جوه، من طريقة تفكير معينة، زي إن الواحد يحس إنه يستاهل متعة فورية دلوقتي حالاً. الاعتقاد ده بيخلي الشخصية نفسها تبقى اندفاعية، ولما الواحد ما يبقاش عنده المهارات الكافية عشان يواجه ضغوطات الحياة، أسهل حاجة يلجأ لها هي السلوك الإدماني. ولو ضفنا على كل ده بقى إحساس بالوحدة ومفيش حد حواليه يسنده، خلاص الدايرة كده قفلت وبقت قوية جدا وصعب تتكسر. يعني نقدر نقول إن كل حاجة بتبدأ فكرة بسيطة لكن في منتهى الخطورة. فكرة إن من حق أي شخص ياخد اللي هو عايزه فوراً بغض النظر عن النتائج، وفكرة إن في حلول سحرية زي المخدرات أو القمار ممكن تحل مشاكل الحياة المعقدة. طريقة التفكير دي هي بالظبط الكربة الخصبة اللي بينمو فيها الإدمان. السؤال المهم هنا، إزاي نفرق ونعرف إن سلوك معين عدى مرحلة كونه مجرد عادة وبقى إدمان؟ في 4 علامات واضحة جداً لازم ننتبه ليها. هنا الصورة بتوضح إزاي الفخ بيقفل على الشخص بالتدريج. أول حاجة الاستحواذ، الفكرة بتسيطر على تفكيره. بعدين فقدان السيطرة، بيبقى السلوك هو اللي سيء مش هو. لكن أخطر وأصعب مرحلة هي الإنكار. دي المرحلة اللي الشخص بيبني فيها سور حوالين نفسه ويقنع نفسه والعالم كله إن مفيش أي مشكلة. وده بيوصلنا لسؤال محير جدا، وبيبقى صعب على أي حد بره الدايرة دي يفهمه. الإجابة غريبة شوية. الإجابة في الخدمات أو الفوايد اللي الإدمان بيقدمها للشخص المدمن. الفوايد دي رغم إنها وهمية ومؤقتة، إلا إنها بتخلق دافع قوي جداً للاستمرار. الإدمان بيقدم للشخص مخرج طوارئ من ألم داخلي عميق، بيوعده بالقوة وهو حاسس بالعجز، وبالونس وهو حاسس بالوحدة، حتى لو كل ده مجرد سراب. هو ببساطة وسيلة لتغيير الحالة النفسية والهروب من مواجهة المشاعر الصعبة. لكن الخبر الكويس إن في طريق للخروج. التعافي مش زرار بندوس عليه، لأ، دي رحلة بتمر ب3 مراحل أساسية ومختلفة. الرحلة بتبدأ بأول وأصعب خطوة، وقف السلوك نفسه. بعدين بتتحول لحاجة أعمق، وهي بناء حياة جديدة بالكامل، حياة مرضية لدرجة إن الإدمان ما يبقاش له مكان فيها. وجزء جوهري من العملية دي هو تغيير نظرة الشخص لنفسه من الأساس. وهنا بقى بتيجي أهم نقلة في التفكير كله. بدل ما الشخص يشوف نفسه كشخص سيء، يعني حكم أخلاقي قاسي، بيبدأ يشوف نفسه كمريض بيتعافى. ده تحول رهيب. النقلة دي من حكم أخلاقي لنظرة طبية ونفسية يمكن تكون من أقوى خطوات الشفاء، ببساطة لأنها بتشيل إحساس العار والخزي وبتحط مكانه خريطة طريق واضحة للتعافي، بتسمح له فعلاً إنه ينمو ويتقدم. والملخص النهائي اللي ممكن نطلع بيه من كل ده هو إن عكس الإدمان مش بس الامتناع عن السلوك، عكس الإدمان الحقيقي هو التواصل والرضا. طريق الشفاء مش بيتمشي في العزلة، لكن بيتمشي وسط بيئة داعمة ومرضية بتساعد على بناء حياة جديدة بجد.